يا صباح الخير والبركة والسعادة، صباحكم مشرق إن شاء الله بالعمل والعبادة. بالتأكيد يعني دور كبير بيؤديه أبنائنا الطلبة والطالبات من خلال امتحانات آخر العام. هناك مراحل تعليمية بدأت الامتحانات يمكن من الأسبوع الماضي، مراحل تعليمية بدأت الامتحانات مع بداية هذا الأسبوع، وإن شاء الله المرحلة الأهم أو اللي بيعلق عليها الكثير من أولياء الأمور أملهم وهي الثانوية العامة اللي هتبدأ إن شاء الله مع بداية شهر 6 تحديدا 13/6. فمهم واحنا بنتكلم عن التسهيل للامتحانات لازم ان احنا نطمن ابنائنا الطلبه والطالبات في المقام الاول، ولازم نكون كاولياء امور داعمين ليهم نفسيا قبل كل شيء، لان الدعم النفسي في مثل هذه التوقيتات اللي خلاص كده ازفت الازفه ان الامتحانات ما بقاش عليها وقت طويل جدا، ايام معدوده بل ساعات معدوده، وتاتي الامتحانات المصيريه والمتعلقه بالثانويه العامه، فواجب علي كولي امر ان انا احتضن ابني في مثل هذه التوقيتات، وان انا اوفر له كل سبل الراحه والمناخ الملائم حتى يستطيع ان هو يحصد ما قام بزراعته طوال هذا العام. في ناس للاسف قصرت شويه، فطبعا لازم ان احنا نشجعهم ان هم يعوضوا تقصيرهم طوال هذا العام. في ناس جدت واجتهدت، فلازم ايضا نكون داعمين ليهم ويكملوا المسيره بتاعتهم ويكللوا تعبهم طوال هذا العام بالامتحان، وان هم يأدوه ان شاء الله على اكمل وجه. فالنصيحه الاهم ان احنا نوفر لهم المناخ الملائم، ده هيكون عن طريق ان احنا نبعد عنهم تماما الاساليب المتعلقه بالضوضاء، نوفر لهم الامور المتعلقه بالغذاء الصحي وكمان التهويه الجيده، وان احنا نشجع اولادنا هم بيذاكروا يذاكروا في الاماكن اللي هي تساعدهم على التركيز. يعني ما احطش ابني مثلا في الصاله واخوه فاتح التلفزيون بيتفرج اللي هو خلص امتحاناته وتقول لي ابني اللي في ثانويه عامه عايزه يركز اطلاقا، ولا كمان اخليه يذاكر في اوضه النوم لان هو كده هيجي له النعاس ومش هيعرف يركز. فبالتالي لازم نهيئ له المناخ المناسب في المكان المناسب يذاكر ويقدر يحصد الكثير من الامور اللي هي ذاكرها واللي كان يعني يراجعها طوال ايام السنه. مهم كمان التغذيه السليمه بعيد عن الحاجات اللي هي بتضعف التركيز، يعني كتر المنبهات مش كويس. ظنا من اولياء الامور ان انا كل شويه ادخل على ابني الشاي والقهوه فده هيخليه يذاكر ان هو يفوق ويقدر يحصل بقى اكبر قدر من المعلومات. ده على فكره مش كلامي، ده كلام كمان الخبراء المختصين. كثرة شرب الشاي والقهوة يوميا ده بيأثر على حاجات كثيرة جدا في جسم الإنسان ومنها كمان الجهاز العصبي، فكفاية قوي كوبايتين شاي وكوبايتين قهوة في اليوم كله، يعني ما تكترش عن كده عشان نقدر نخليهم مهيئين كمان نفسيا ومهيئين جسديا للعملية التعليمية. مهم ان احنا نشجع ولادنا ان هم يبعدوا تماما عن السوشيال ميديا تحديدا في اوقات الامتحانات وما يروج منها من شائعات، والناس للاسف اللي بتعتمد على تسريب الامتحانات عن طريق السوشيال ميديا ويقول لك يا سيدي ما هو الامتحان مش عارف ايه بتاعت تماما. اللي انت هتذاكره واللي انت تعبت فيه طول السنه هو ده اللي هتمتحن فيه في اخر العام، وده اللي اكدت عليه وزاره التربيه والتعليم ان امتحانات الثانويه العامه زي باقي الامتحانات في المراحل التعليميه المختلفه بتيجي من المنهج والكتاب الدراسي بناء على اللي حضرتك اخدته في المدرسه واللي موجود في الكتاب عند حضرتك واللي انت ذاكرته طول السنه. فبالتالي من جد وجد ولكل مجتهد النصيب، وان شاء الله باذن الرحمن ربنا يجعل ان النجاح حليف كل ابنائنا الطلبه والطالبات. انا عارف ان بعض اولياء الامور ما بيعرفوش يسيطروا على نفسهم، خاصه لما يلاقي ابنه مثلا عنده كده تذمر من ماده او مادتين، فبالتالي بدل ما ينصحه ويحتويه بتلاقيه بيزعق في ابنه وتلاقيه بيوتر الجو، وده ما بيساعدش ابنه بالعكس خالص. ده بيخلي الولد يخاف اكتر من الماده اللي هو قلقان منها وبيخلي الولد ينفر اكتر من مذاكرتها. فبالتالي لازم نتمالك اعصابنا ولازم نحسهم. لو ابني عنده مشكله في الماده ديت اقعد معاه اشوف صحابه اشوف مدرس كويس يقدر يراجعها معاه، اروح المدرسه لو حد من المدرسين اللي هو بيديله الماده دي يبسطها له هو مثلا مجموعه من الطلبه معاه، اهم حاجه احل له الموقف بكل سهوله ويسر واذلل له العقبات واقول له حتى احنا عايزين مثلا النجاح من الماده دي بس نعدي منها بدل لا قدر الله ما تحصل مشكله والسنه تتعاد عشان خاطر ماده وكل هذه الامور. فاحنا محتاجين ان احنا نحتوي ابنائنا بقدر الامكان في مثل هذه التوقيتات.
مهم كمان ان احنا نقول لهم يكثروا من شرب العصاير الفريش، وليست المعلبات ولا الحاجات اللي هي مسيله في المياه الغازيه وخلافه. وكمان الاكل الدليفري، فمش معنى ان انا ابني بيذاكر فعشان ابسطه اطلب له دليفري ولا تيك اواي من بره اطلاقا. على فكره الاكل الصحي اللي بتعمله ست البيت مشكوره هو ده اللي بيساعد ابني على التركيز، هو ده اللي بيمده بكافه العناصر الغذائيه السليمه. نتمنى يا رب ان احنا نوفق ان شاء الله في هذه التوقيتات في تقديم الدعم الكامل لكل ابنائنا الطلبه والطالبات في جميع المراحل التعليميه المختلفه اللي بيؤدوا امتحانات اخر العام. ان شاء الله باذن الرحمن مزيد من النجاح في امتحانات الثانويه العامه، وربنا يا رب ان شاء الله يكلل تعب الطلبه واولياء الامور بالنجاح الباهر باذن الرحمن.